لو بترجعي من الشغل تعبانه ومرهقه او بتخلصي شغل البيت وبتترمي على السرير من كتر التعب، هقولك على تركيه تعمليها تديكي ريلاكسيشن حلوه قوي وهتخلي بشرتك ناعمه زي الاطفال. روحها خفيفه بس ديفا 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 ديفا. هتدخلي تاخدي شاور وهتخلي الميه دافيه على قد ما تقدري، وهتفضلي تحتها 3 أو 4 دقائق من غير صابون او حاجه عشان تدي فرصه لمسام جسمك كلها تتفتح. وهتكوني مجهزه قبل الشاور علبه فيها ملح خشن، وضروري يكون خشن عشان الناعم هيدوب بسرعه من الميه، ويكون معاكي ليفه مغربيه موجوده في الصيدليات. هتحطي الملح على الليفه وهتعملي فرك لجسمك كله بحركات دائريه خفيفه قوي. الطريقه دي بتشيل خلايا الجلد الميت من على جسمك كله، بتنشط الدوره الدمويه، هتعملي تقشير لجسمك وهتحسي بنعومه حلوه قوي. وكمان لو عندك جلد وز هيتحسن مع الوقت، وهتكوني جهزتي جسمك للترطيب بالبادي لوشن او بالزيت الترطيب اللي انت بتستخدميه بعد الشاور، فالمرطب هيمتص بصوره افضل وهيرطب جلدك بعمق. يفضل تعملي الموضوع ده مره واحده بس في الاسبوع، والتدليك يكون خفيف عشان ما تجرحيش جلدك. بعدها حطي المرطب بتاعك سواء الزيت او اللوشن اللي بتحبيه. الموضوع مش رفاهيه او دلع، والله حتى لو دلع دلعي نفسك عادي، هتحسي بالريلاكسيشن حلو قوي، هتلاقي جلدك بقى انعم، كل التعب اللي في جسمك هيتسحب منه وهتحسي بطاقه سلبيه خرجت منك. جربيه وشوفي الفرق بنفسك، وما تنسيش تدعيلي. خليكي ديفا، خليكي ليدي.